لما تصحي الصبح وتعملي جو كده ايام زمان، ايام الزمن الجميل بالبراد الجميل الصاج الجميل التحفه ده. عايزه اقولك ان البراد ده من ايام جوازي بقاله يجي 10 سنين، اول مره اعمل فيه بصراحه. وطلعته عشان الواحد كان نفسه كده يحس بايام زمان. ايام البراد كده ده كان ايام زمان عند البيوت كلها بيعملوا فيه الشاي، وكان جميل قوي. النهارده بقى عملت ايه؟ عملت صينيه بالجبنه. الصينيه دي يا جماعه انا عاملاها بالجبنه، ولا عجن ولا اي حاجه ولا فرد. النهارده بقى هنعمل الصينيه التحفه دي، هنفطر بيها ونتعشى بيها، تقدر تفطر او تتعشى بيه. اليوم ده بقى سهل جدا جدا جدا. اليوم ده لما صاحبتك كده تتصل بيك تقولك انا جايه ومش عارفه تعملي لها ايه، تقومي بسرعه تجيبي لفه الجلاش اللي في الفريزر اللي بقالها كذا يوم او كذا شهر عندك. انا بصراحه لفه الفريزر دي بقالها كذا شهر عندي، افتكرتها رحت طلعتها. لفه الفريزر دي أنا كنت لفه الفريزر مين لفه الجلاش دي كنت جايباها ب10 جنيه، طلعتها. وزي ما انتم شايفين عملت كوبايه شاي في البراد الانتيكه ده، بجد كان خطير. كل اللي انا عملته، انا عملت الخليط ده يا جماعه هيعمل 3 صواني بس. انا هقولك مقدار الصينيه الواحده. مقدار الصينيه الواحده ان انت هتجيبي بدايه واحده وربع كوبايه لبن، وتحطي رشة فلفل وملح وكمان توم باودر، وكمان سنة بسيطة من اسمها ايه، الماجي المطحون. بس الماجي ده انا طحناه في البيت، مش بجيب الماجي المطحون جاهز، مش بحبهوش، ده جربته ما عجبنيش. انا بمسك الماجي وبطحنها في ايه، في الكب عادي، وبحطها في علبه. وبحط كيس من البيكنج باودر، انت ممكن تحطي معلقه صغيره من البيكنج باودر، وربع لبن، ربع كوب لبن. وهنا ممكن تحطي معلقه سمنه، بس انا حطيت معلقتين 3 سمنه لان كنت هعمل كذا صينيه، بس انا طبعا صورت لكم صينيه واحده. تمام. هنا بالشكل ده انا بقى كنت عامله صينيه بالجبنه، والصينيتين التانيين كنت عاملاهم بالفراخ، وانا نزلتهم لكم يا جماعه في فيديو منفصل. هنا زي ما انتم شايفين كده الخليط ده بقعد اسقسق بيه زي ما انتم شايفين اهو بالشكل ده. هتيجي تقولي لي احط ايه؟ احط جبنه بقى مشكل وكده والدنيا غاليه؟ لا، انا عايزه اقول لك والله العظيم انا حطيت نص علبه جبنه فيتا عاديه خالص، ولا بقى ميكس جبن ولا جبنه شيدر ولا جبنه موتزاريلا ولا الكلام ده كله. انتوا عارفين الدنيا والحال، الدنيا غاليه، وطبعا مش متحمل الواحد يحط انواع الجبن دي كلها. هنا بقى تكايه حلوه قوي، حطيت رشه فلفل اسود بحبها جدا، وهنا كمان رشه زيتون اسود زي ما انتم شايفين بقطعه صغير جدا في الوسط. وبعد كده ده نص اللفه الاولانيه، وبعد كده بحط نص اللفه التانية اهي، نص اللفه يعني قصدي، يعني الصينيه دي كلها خدت لفه واحده من الجلاش اهو. بين كل او اتنين بنحط من الخليط اللي انت شايفاه اهو يا جماعه. عايزه تعملي صينيه اصغر من دي، عايزه تعملي صينيه اكبر براحتك. الصينيه دي حلوه جدا، يعني كان سمكها حلو قوي. عايزه اقولك كانت خطيره جدا جدا، وطالعه جميله وطعمها حلو قوي بصراحه. عايزه اقولك بنتي لما خلصت عيطت والله العظيم، لما جت من الدرس وما لقيتش لقيتها خلصت قعدت تعيط تقول انتوا كلتوها ليه كلتوها ليه، انا كنت جايه اكلها. يلا، هي سامعاني وبتضحك دلوقتي. المهم زي ما انتم شايفين هنا، وفي الاخر كده حطيت برده رشه فلفل اسود من فوق خالص، وحطيت الزيتون زوقتها بيه كده زي ما انتم شايفين. تمام. هنا بقى شويه الشاي الحلوين اللي انتوا شايفينهم دول، بصوا شويه الشاي بقى مع الكام حته اللي انا قطعتهم بقى مع كوبايه الشاي. عايزه اقولك خطيره بجد، تشربيها مع كوبايه الشاي حلوه قوي. انت بقى تسميه بوريك، تسميه جلاش بالجبنه، براحتك جدا. صراحه كان طعمه حلو قوي وهايل جدا ومسعف جدا، يعني في اي وقت هتقدري تعمليه. جاتلك حد على فجاه، انت عايزه تفطري حاجه على فجاه كده، ما بتاخدش وقت خالص في الفرن ابدا. عايزه تسويها من فوق في البوتاجاز عادي جدا برده هتنفع، مفيش مشكله. تقلبيها شمال ويمين كده برده هتتقلب معاكي، هتبقى زي الفل زي الفل، جميله جدا مع كوبايه شاي جميله جدا جدا جدا. عايزه بقى تحطي جنبيه اي حاجه تانية مفيش مشكله، بالف هنا وشفا. انا قطعت كام حته كده مع كوبايه الشاي واستكفيت على كده، واحلى فطار او احلى عشاء في الدنيا بصراحه. كانت جميله، طعمها نفسها كانت حلوه قوي يعني، بغض النظر بقى على اي جبن انت عايزه تحطيها، بس هي فعلا طعمها جميل. احلى فطار من